قلت له ايه حضرتك لك كام؟ مش كانت محددة له 500,000. 500,000 ايه؟ 50,000 قصدي، يلا يخرب بيت اللي جابك. بس ساعة ما راح معانا الدفنة من ساعتها مع هبة سأل بوم ابراهيم شيكا. هو كان بيشوف له حاجة ولا محتاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان نايم في الفراش. دي أنا لا قلت لا في وسط إبراهيم ولا شعبان ولا رمضان، ما قلتش أي حاجة. خناقة على الهواء قدام الجمهور أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ما بين هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا ووالدة الراحل إبراهيم شيكا، والسبب الميراث. انا بعدها اعلنت الرقم اللي هو اداهوني، لان هم قالوا لي كلموني في ملايين، اللي قال لي ده اداكي 10 مليون واللي قال لي اداكي 4 مليون وهو اداني 250,000 جنيه، وده اللي انا قلته. ووالدة اللاعب الراحل شيكا تتهم زوجته بالاستيلاء على أمواله. البنك اللي راحت فين ولا الحاجة اللي كانت موجودة. تفاصيل كتيرة وغريبة جدا هنسمعها لأول مرة في الفيديو ده. هنبدأ الحكاية من الأول وناخدها واحدة واحدة عشان نفهم إيه الموضوع. بعد إصابة لاعب الزمالك إبراهيم شيكا بالسرطان خرج بنفسه وصرح وقال إنه فلوسه خلصت على العلاج ومحدش عايز يقف معاه خالص. عنده ورم خبيث في المستقيم، الدكاترة فضلوا يطلبوا مني إشاعات، والدكتور عمل لي عملية معتبر بالغلط، هو اللي خلى الورم من خبيث من حميد لخبيث. خدت الورم ورحت حللته طلع إن هو كانسر. طبعا مفيش، انا اعتبر ما عملتش فلوس من الكوره ان انا اتعالج، فبدات اعمل فيديوهات عندي على البيج عندي على التيك توك، انا حالتي كذا كذا. بدات اكلم ناس في النادي الزمالك، فاول مرحله علاجي اتعمل لي بلوك. وبعد كده بشويه حالته اتدهورت جدا، وبناء على كده قررت زوجته تطلع لايفات على التيك توك وتطلب الدعم ليها ولزوجها وتطلب المساعده لانهم معهمش فلوس للعلاج. ولكن الحقيقة عدد كبير جدا خذلها وخذل زوجها، وناس تانية وقفت جنبه زي محمد رمضان ما وقف جنبه وراح له المستشفى. طبعا انتوا كنتوا مستنيين المفاجأة الكبرى، ده مش مفاجأة كبرى، ده العيد الكبير وكل حاجة حلوة جت هنا. مين بقى معايا؟ يعني هنقوم بالسلامة؟ وانا اكل سوشي في الجو اكيد والدنيا تحلو. ثقة في الله، هنقوم ثقة في الله نجاح حبيبي، وهنخف وهنقوم بالسلامة بفضل ربنا ثم إرادتك ثم دعاء الناس ليك. ويمكن اللي حصل ده ربنا بيقول لك بص الناس بتحبك قد ايه وبتدعي لك قد ايه ومش ناسياك ولا عمرها هتنساك. طبعا والله الحمد لله، وانا بحمد ربنا وبحب الناس لله. وبحمد ربنا ان انا شفت شخصيه محترمه زيك والله العظيم، بتكلم بجد مش انا اللي اتشرفت والله، والناس المحترمه اللي جايه والله العظيم انا اللي اتشرفت. فالحمد لله ان انا بطل في الملعب وبطل في الحياه طبعا، لان اللي انت بتواجهه ده دي بطوله تانية خالص. الحمد لله والله لا يحملنا ما لا طاقه لنا به، فانه يخليك تمر باللي حاصل ده عشان طاقتك تسمح ولانك قوي. الحمد لله والله العظيم، وربنا قادر على انه يقومك بالسلامه وهتقوم بالسلامه الحمد لله، وترجع الملاعب تاني ان شاء الله يا رب يا استاذ محمد. وكلامك ده هيفضل موجود لغايه لما نقوم باذن الله، وهنفتكر الايام دي واحنا قاعدين على كافيه ولا قاعدين عندي ولا عندك ولا بتفرج عليه بعد ماتش يا رب وانت رافع راسنا دايما. وكمان سابله 250,000 جنيه، وده اللي قالته هبة التركي. نفس الكلام، كنت في المستشفى فلقيت الاعداد بتاع محمد رمضان بيكلمني خشي مداخله عشان خاطر محمد رمضان عايز شيك، فدخلت. حتى انا بعدها اعلنت الرقم اللي هو اداهوني، لان هم قالوا لي كلموني في ملايين، اللي قال لي ده اداكي 10 مليون واللي قال لي اداكي 4 مليون وهو اداني 250,000 جنيه، وده اللي انا قلته. يعني انا قلت انا ما مسكتش في ايدي فلوس من حد فعليا غير دكتور وسيم يوسف مريض الكانسر اللي اداني 250,000 ومحمد رمضان اداني 250,000. وبعد كده اتفاجئنا بوفاة لاعب كرة القدم إبراهيم شيكا، وكانت صدمة كبيرة لكل الناس اللي متابعينه والناس اللي بتحبه. ويوم الوفاة زوجته هبة كلمت كل الناس اللي من عيلته عشان تشوف مدفن يدفن فيه زوجها، ولكن للأسف العيلة ما عندهاش مدفن، فقررت هبة بالفلوس اللي معاها تشتري مدفن لزوجها بمبلغ 300,000 جنيه وتصرف على الجنازة وتخلص كل الفلوس اللي معاها. ترى على طول اول حاجه، لاني كنت قبلها بكام يوم كنت حلمانه ان هو توفى وانا ما كنتش لاقي حته ادفنه فيها،
كل ما اروح لحد يقول لي ده احنا المدافن عندنا مليانه. فرحت صورت تربتين في العبور ووريتهم له على الواتس، قلت له احنا هنشتري تربه لاجل غير مسمى، وهو اختار التربه اللي اتدفن فيها. يعني هو قال لي التربه دي كويسه واختارها واتدفن فيها، وهي التربه اللي هو اختارها انا اشتريتها له. هم دول 500,000 اللي انا جبت منهم ب 300,000 التربه اصلا، ما حدش اداني فلوس في ايدي. وبعد ما مر على وفاة شيكا فترة طويلة، اتفاجئنا في فيديو لوالدته بتطالب فيه بورثها من ابنها إبراهيم شيكا. ولكن في البداية اتكلمت عن تفاصيل معاناتها مع إبراهيم شيكا وهو صغير، وقد إيه كانت بتساعده وبتبيع له حاجات من عندها في البيت عشان توديه يتمرن وتقدر تصرف عليه، لأن والده متوفي وهي الوحيدة المسؤولة عنه. هو مات وانا مت وراه، فتعبانه يعني بصراحه. عندي المؤاخذه بتاع ديت الغضروف، عندي السكر، عندي الضغط، ومش عارفه اكشف ولا اعمل اشاعات ولا اعمل اي حاجه. مفيش تحت الصفر. بيفكروا ان انا لا مؤاخذه معايا شوي شويات، والحمد لله والشكر لله ما فيش اي حاجه خالص تحت الصفر. والله كان بالنسبه لي كل حاجه في دنيتي، كفايه مجيته وكفايه سؤال عليا ويقول لي هطلعك الحج يا امي وهشتري لك لا مؤاخذه بيت. ابوه ما كانش بيبقى معاه فلوس ولا حاجه. عايز يروح التمرين، ابيع له لا مؤاخذه فراخ، ابيع ليمون، ابيع خضار. يعني اخر مره لما رحت له المستشفى عايز اكل كيوي وتفاح وموز وقشطه وجبنه لا مؤاخذه من اللي هي الاريجيان ورقاق عملنا له. وأثناء كلامها في الفيديو طلبت والدة إبراهيم شيكا بحقها الشرعي في ميراث ابنها، وبتقول إنه كان عنده عربية وشقتين. أنا عندي عربية وعنده شقتين، عنده فلوس في البنك باسمه، كل حاجة كانت باسمه. هي بتنكر بقى ما فيه. أنا ما عملتش إعلان وراثة ولا عملت أي حاجة، هي اللي عملت إعلان وراثة وحددت لي 500,000. فين بقى اللي كان هيشتري الشقة وفين اللي كان هيطلعنا عمرة؟ بلاش من العمرة، أنا عايزة حتة أتدرب فيه. حددت لي كام؟ مش كنت محددة له 500,000. 500,000 إيه؟ 50,000 قصدي. يلا يخرب بيت اللي جابك. يعني هو لما قال لي لما اطلع اشتري لك بيت واطلعك عمره، يا سيدي والله العظيم انا عايزه حاجه من الدنيا الا حته بيت اقعد فيه يتويني ويتوي العيال البنات والصبيان من بعد عمر طويل. بس قولي على اللبن والجبنه والحاجات واللي هو طلبهم ورحنا المستشفى بيهم. دلوقتي هو حالته ايه وعامل ايه وبتاع، هو كان بيشوف له حاجه ولا محتاج لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، كان نايم في الفراش. وانا شايف ان كلام الست والدة ابراهيم مش كلامها، ده كلام اولادها، لان كل اللي فارق لها انها تجيب بيت عشان اولادها اللي معاها، وعايزه كمان تجوز ابنها الكبير اللي سنه عدى ال 35 سنه ولسه ما اتجوزش. وانا متاكد ان ده اللي خلاها طلبت بميراثها في ورث ابنها. ولما شافت والدة شيكا زيارة محمد رمضان وزيارة تامر حسني لابنها افتكرت انهم ادوله فلوس كتير جدا، عشان كده هي عايزة حقها وبتطالب بيه. ايوه كده انا شايفه محمد رمضان راح له في المستشفى وتامر حسني راح في البيت. ولكن نسيت ان ابنها فضل مريض 1 و8 شهور، وكانت زوجته بتعمل المستحيل وبتسود وشها على كل الناس عشان بس تعرف تجيب فلوس عشان تعالجه او تدفع له حساب جرعات الكيماوي اللي كلنا عارفين ان تمنها غالي جدا. وهنا خرجت الفنانة وفاء عامر تدافع عن هبة تركي زوجة ابراهيم شيكا، وقالت انها صاحبتي وبنتي واللي هيتعرض لها انا هفرمه. على حاجة قلتها لها بعد ما شيكا توفى، يعني قعدت بس لها كده قلت لها انتوا دورتوا عليا ليه؟ انا كنت حبيتهم قوي، حبيتهم جدا، حبيت قصه حبهم جدا، وحبيت وقفتها جنبه قوي. تدخلي تلاقيها نايمه تحت السرير في الرعايه المركزه. بحب الست اللي بتحافظ على جوزها وعلى بيتها. انا في يوم من الايام قلت لها، وكان هو الغلطان ومزعلها، بعد ما عرفت ان رد له المرض قلت لها هبه، قالت لي زعلني قوي وعمل لي كذا وعمل كذا. الله يرحمه طبعا، كل زوج بيختلف مع زوجته. قسما بالله لما قلت لها الخبر قالت لي حبيبتي بتهزري. قلت لها لا والله مش بهزر، مش قادره انسى اليوم ده. قلت لها والله انا بعت لابن عمي في امريكا الورق وداه، قسما برب العباد. قالت لي انا تحت رجله، انا نازله دلوقتي حالا رايحه على البيت. قسما بالله من يوم ما قالت لي كده وانا لاقيها تحت رجله. دي الزوجه اتكلم عليها، انا قلتها وش انا هفرمه، لان انا بجد البت دي واخده قلبي.
اخر مره قلت لها ما يهمكيش، ما بيقولوا لها نزلتي ليه الصبح؟ بتنزل الصبح علشان هو ربنا قال انها تبات بس في بيتها، لكن مين هياكل العيال دي؟ هبه بتدور على شغل 10 ساعات بالنهار عشان العيال. هبه عندها كرامه، هبه مش قادره على المصاريف، انتوا عارفين مصاريف العيال، ولانها ست عندها كرامه مش قادره وبعدين عندها مشكله ثانيه ان العيال دي تدخل مدارس، طب يقعدوا فين مع جد وجدك برضه في السن؟ وما يقدروش يعيشوا مع اهل باباهم عشان في حته ثانيه خالص بعيد عن المكان. احنا عندها مشكله كبيره وان شاء الله باذن الله بنقعد مع بعض نحلها واحده واحده. وفي النهاية ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، يا ترى انتوا مع مين في الاتنين؟ ومصدقين مين؟ زوجة الراحل إبراهيم شيكا ولا مع والدته واخواته اللي بيطالبوا بورثهم الشرعي في أملاك إبراهيم شيكا؟